بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله نتكلم عن يعني حاجة لما تشوفها بعينك عكس ما انت تسمع عنها. لما أنا نشوف بعيني عكس ما نسمع. في خلال الواحد مثلا كنت موجود في طرابلس وشغال فيها وبتاع وني، فسمعت من الناس الدردش إن في إن سيف كيكلي قتل تيك توكر في حديقة عامة وسط الناس. خلّص عليه في حديقة عامة وسط الناس، وبعديك خاض ال ما نعرفش بقى خاض القصة بتاعتها والّا لأ عشان ما نزوّدش عليه في الكلام. بعديك مع الوقت اكتشفت إنها قصة حقيقية، أنا ما كنتش مصدّقها. هو كان عايز يرقد مع البت اسمها التيك توكر الليبية هذه طرابلسية اسمها رؤيا رؤيا حيجك، اسمها رؤيا حيجك، اسمها ثقيل شوي لأن نسي اسمها رؤيا. كان عايز يرقد معها وحاول يغتصبها بس البت رفضت وبعدت عنه وهني، فأم البت شهرت بيه، شهرت بسيف كيكلي على اليوتيوب. القصة اللي عن توا صحيح. فمشى للبت في الحديقة العامة، الحديقة العامة موجودة في طرابلس وأطلق عليها نار في راسه، بل بالعكس الموضوع ما أطلقش عليه نار في راسه، ده خاضها من الحديقة العامة ومشى حرقها. فهمت؟ عذبها ولا ما نعرفش ايش قصتهم ومشى حرقها زي ما احنا راينا على الصورة الموجودة قدامك، الصورة حقيقية 100%. حطها في البير حرقها وبعدك دفن الجثة بتاعتها. يعني أنا اللي مخلّيني أتكلّم في الموضوع هذا قهرت الأم عليها، وقِلّة إن ما فيش ضابط ورابط في البلاد، إن ميليشيا عندك تقوم بعملية تصفاية للمدنيين الأبرياء، يعني بنت تيك توكر غلبانة أيًا كان ظروفها، فما تستحقش منك إنك تحرقها بالشكل هذا وتحرق قلب أمها عليها، ما تستحقش منك الموضوع هذا كلّه، فهمت؟ فكل اللي أنتم بترعوه على السوشيال ميديا عن ليبيا حقيقي، ما فيش كذب. المافيات الأمريكية اللي نازلة حتكون ليبيا مرتع للهيروين، فهمتني؟ كل اللي انتم بتشوفوه على السوشيال ميديا حقيقي، ما بتكذبش عليكم السوشيال ميديا في أي شيء، فهمتني؟ هذا اللي أنا ريته وعشت أجواء إطلاق النار والقتل والسلب والنهب والحرق، هذول مش ليبيين. ابن البلد عمره ما يدير في بلادك، لكن مع احترام ميليشيا إن هي تهدد المفترض هو ما فيش رئيس عشان تكون فيها في ليبيا، تهدد رئيس الوزراء بتاعهم وتاخذ من الاموال وغيرها وتقعد على الكرسي بتاعه. كرسي رئيس الوزراء بيقعد عليه رئيس العصابه اللي هو مفترض انه ميليشيا بيقعد على الكرسي بتاعه. فانت تخيل بعقلك، هل البلديه فيها استقرار؟ لا. هل البلديه فيها امان؟ لا. هل ليبي للليبيين؟ لا. هل الشعب الليبي مختلط؟ ما فيش شعب ليبي اصلا، هو خليط ما بين الجزائريه والتونسيه تشاديه النيجيريه المصريه الامريكيه الاوروبيه اليهوديه الاسرائيليه، ايا كان خليط، ما فيش شعب ليبي حر. فيش الكلام هذا، ما فيش الكلام هذا، انا عاشرتهم وعارف كويس اللي بيحصل. طبيعي إننا لازم عشان خاطر حندير منشورات أقوى من هيك للقناة عشان نحفزها ونقويها أكثر. فهذه إن شاء الله بنتمناها ونسعى لها، فحنجيب لكم حاجات أقوى من هيك بواجد، وأسرار غير عادية أقوى من هيك بواجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.